يترك من نادي الزمالك ده بس القاعده، لكن الاحتراف الخارجي وان هو يعني هو نفسه يعني عارف ان هو لما يخرج لازم يفيد نادي الزمالك. طب العروض اللي جت لشيكابالا ايه يا دكتور؟ هو في بعض العروض يمكن فتره سابقه وكلموه مباشره. والعروض دي انديه ولا سماسره؟ في حد مثلا من المانيا كان يتكلم من فتره وقال بيمثل نادي، قلنا ابعت بشكل مباشر. انا بتكلم بعد اندرلخت واللي حصل اندرلخت، ابعت بشكل مباشر وعرض على مجلس الاداره. بعتنا رقم ما جالناش الرد على الرقم دوت يعني. فلما بيجي حاجه ممكن تقول الرقم كام ولا صعب؟ يعني بلاش اقول، يمكن مش من سلطاتي ان انا اقوله. بس يعني هو يعني كابتن زي شيكابالا لا يقل عن 5 مليون يورو. يعني بتكلم لو بعمل ده نفس الرقم اللي كان طالبه الاستاذ ممدوح عباس. ما هو لا يقل يعني. هو كان جايب 3 أو 4 على ما اعتقد، كان وصل ل4 وصل 2 يعني اللي جه فعلي كان 2 في الفتره دي او 2.5 في الفتره ديت. بس خلي بالك برضه يا دكتور، اللاعب المصري ليس له وجود في الخارج. يعني مالناش وجود يحسبهم كده على ايدك. هو لغايه دلوقتي سيبك من تركيا وسيبك مش عارف من ايه، اعتقد ما بقاش في حد. بص، لو انا بقسم الموضوع ده في انديه وسيطه وبعدين انديه مطلقه. معلش المصطلح يعني. قول لي بس اشرح لي. لا، الانديه الوسيطه ان في انديه هي بتكسب من الموضوع ده، فبتيجي على المناطق عندها موهوبين زي مصر، فبتاخد اللاعب الموهوب تاخده تصرف عليه شويه وتشاركه في دوري اوروبا وبعدين تعمل له اعاده بيع. بالظبط. زي نادي وسيط. هو مش سمسار، هو بيعمل يعني استثمار رياضي. بلجيكا كلها كده، زي بلجيكا كلها. حضرتك بعض الانديه التركيه بعض الانديه التركيه فاحنا لسه في المحطه دي. بعض الاستثناءات اللي حصلت زي محطات لغايه كابتن ميدو او عمرو زكي، اللي هي دخل مثلا على البريمير ليج او الدوري الانجليزي مباشره يعني. واخد بال حضرتك؟ فطبعا يمكن شيكابالا من النوع اللي انا مستخسره يروح للانديه الوسيطه. ده ما ينفعش. واخد بالك؟ فالانديه بتعمل حاجه يمكن احنا برضو بدانا عندنا في الاداره اسمها سكاوتنج يعني استكشاف. كان ليا تجربه في طارق السعيد في اول احتكاك زمان وانا مدير العلاقات العامه. اللي جه وبيتكلم حد معاه مستندات كبيره جدا عن طارق السعيد لو حضرتك تفتكر، قال انا مدير استكشاف نادي اندرلخت، وكانت حاجه احنا كسبنا منه في الفتره دي. كنت في العلاقات العامه ما كانش في اداره تسويق معينه. وعندنا بنقول 1 2 3 4 بدا يفاوض، لكن عنده كل حاجه خاصه باللعب. وده اللي حصل يمكن مع شيكابالا في استهداف، يعني هم عارفين جايين ومنقيين، فده بيبقى افضل حاجه لبيع اللاعب ان في حد مستهدفه للبيع. الوسطاء بقى طبعا بيبقوا يعني هي مستفيدين بصفه خاصه اللي مش ايجنت رسمي، وده بيبقى خساره علينا احنا كنادي الزمالك. يعني اللي انت مش عايز تقوله ارقام في شيكابالا. طب لو هيتجدد معاه هتقول له ارقام برضه؟ او سمعت اخر رقم ان شيكابالا عايز مش عارف 32 مليون او 31 مليون في 3 سنين او 4 سنين. الارقام دي مظبوطه؟ بص حضرتك، هو شيكابالا لو هقيمه بفلوس يقيم باكتر من كده بكتير. يعني ده من حيث المبدا يعني. بس هو يعني الفتره الصغيره دي بتحدد حاجات كتير بالنسبه لينا مع شيكابالا يعني. دلوقتي من حق شيكابالا يا دكتور انه يتعاقد مع اي حد. مش دلوقتي، مش فاضل له 6 اشهر خلاص؟ في شهر 7. في شهر 7 يبقى فاضل 6 اشهر، يعني فاضل له 10 كده. من 7 ليناير. من 7 ليناير يعني ينتقل نهاية يناير و7 هو اللي بيبقى يعني من 7 يبتدي يتفاوض. 7 ده خلاص يعني على البال يعني. احنا في الفتره دي في تغطيه حاجات كتير. طب لو جاله مثلا نادي في اوروبا وما جاش الرقم اللي انتوا عايزينه ده، مجلس الاداره بيبدا. اصل هو في رابط لاعب ونادي ومجلس اداره يعني، وما بينهم تقارير فنيه. انت عارف ان كنتوا اكتر نادي